يا مساء الجيمز، قولوا لي بجد مش زهقتوا من كتر ما بتدور على العاب موبايل اوفلاين وفي الاخر تضيعوا وقتكم وجهدكم على العاب اي كلام؟ انا حاسس بيك جدا وعشان كده وفرت لك عليك التعب النهارده، جايب لك افضل 15 لعبه موبايل اوفلاين بجد تستاهل وقتك. العاب هتعيشها في المغامره وحماس وتشويق من غير ما تحتاج نت خالص. يلا بينا نبدا العاب التنازلي، ومعانا رقم 15. الكلمات المفقوده ما وراء الصفحه ذا لوست وورد بينج ذا باج. اللعبة دي مختلفة عن أي حاجة لعبتها قبل كده. بتبدأ داخل دفتر مذكرات لبنت صغيرة اسمها إيزي، وأنت بتمشي حرفين على الكلام اللي هي كاتباه، وبتدخل عالم خيالي اسمه أورتوريا. في العالم ده الكلمات ليها قوة سحرية بتغير كل حاجة حواليك، وبتحل ألغاز وبتساعد إيزي بتتغلب على مشاكلها. الأسلوب الفني فيه جميل جدا وطريقة اللعبة مبتكرة وخرافية. يعني باختصار دي واحدة من أفضل الألعاب اللي لازم تجربها. واللعبة معانا رقم 14، معانا وات ذا كار. اللعبة دي انت عربية مش بس بعجل، لا برجل حقيقية. والله الرجلين دي بتجري وتقفز وتطير بجيك باك، بتتسلق وتتفادى العقبات وبتعمل حاجات مجنونة جدا جدا. اللعبة كلها كوميديا ومرح وجنان، بصراحة من اكتر الالعاب اللي هتضحك وانت بتلعبها. واللعبة رقم 13 معانا واللي هي محاكي حارس السجن. هنا انت بقى بقيت الحارس الرئيسي لسجن شديد الحراسة. عليك تمسك السجناء وتمنع الهروب وتفضي الخناقات كل يوم. ليه مهام زي النداء والتفتيش وإنقاذ السجين، وكل سجين ليه طبع مختلف، وده اللي بيخلي اللعبة فيها تحدي أكبر. طبعا اللعبة بصراحة بتعيشك عالم السجن كله وانت داخل السجن. واللعبة رقم 12 معانا سنايبر هانتر صيد القناص. لو بتحب القنص فدي لعبتك. بتنزل خرائط مختلفة تدور على حيوانات أو الوحوش وتضرب نار في 3 خرائط، والجرافيك بصراحة واقعي جدا جدا. بس العيب إن اللعبة دي مش متظبطة كويس، وكمان محتاجة تشتري الباقة البرو لو عايز تفتح كل المراحل. فأنصحك إنك أنت تحمل اللعبة وتجربها، وطبعا هسيبها لك في صندوق الوصف. واللعبة رقم 11 معانا داخل اليو اف او. انت هنا طفل صغير محبوس في عالم اتدمر بعد غزوة فضائية. لازم تهرب وتحل ألغاز وتجنب الصيادين الروبوت. واللعبة دي معمولة زي انسايد وليمبو، وما فيهاش كلام خالص، بس بتوصل لك القصة بالموسيقى والمشاهد. لعبة تقيلة ودرامية وفيها مشاهد كتيرة كتيرة جدا. أنصحك إنك أنت تحملها وتجربها. واللعبة رقم 10 معانا وهي صراع الديناصورات. في اللعبة دي أنت بتتحكم في الديناصور، تقدر تكون تيركس، وكل الديناصورات ليه طريقة قتال خاصة. اللعبة حلوة بس مش مجنونة قوي، يعني لطيفة للتجربة وبس. واللعبة رقم 9 معانا انتقام شريدر سلاحف النينجا. لو اتربيت على سلاحف النينجا فدي لعبة حنينة خالص. بتلعب بكل الشخصيات الكلاسيكية وتقاتل ضد شريدر وعصابته الشريرة. اللعبة سريعة وممتعة وجرافيكها ستايل وقديم جميل جدا. تقدر انك انت تجربها ببلاش، ولو عجبك هتشتري النسخة الكاملة منها، وطبعا هسيبها لك في صندوق الوصف. واللعبة رقم 8 معانا وهي مشروع الجدول الزمني. اللعبة دي محاكي تجارة غير قانونية، بتأجر بيت وتزرع وتخزن وتبيع منتجات، وفي الأول حماس بس بعد شوية بتكرر نفسها. يعني كويس للتجربة بس مش طويلة جدا. واللعبة رقم 7 دي غابة الاشتعال. اللعبة دي جري سريع اوتوماتيك كده، وبتلعب بشخصية رمي السهام وبتحارب بشيطان قديم كده، بتقفز وتضرب وتتجنب العقبات، وسهامك دي حياتك فلازم تستخدمها بحذر. اللعبة سريعة وصعبة وبتحتاج تركيز عالي. ورقم 6 معانا وهو محاكاة القطار 3. لو بتحب القطارات اللعبة دي ليك. بتسوق القطار ضخم كده على طريق جميل. الجرافيك طبعا خرافي جدا جدا، وفي طقس متغير ليل ونهار وتفاصيل كتيرة. اللعبة دي لمحب التفاصيل ومحاكاة بجد الجد. لعبة رقم 5 معانا واللي هي كراش لاندس 2. هتنزل كوكب غريب كده وتبدأ تجمع موارد وتبني وتصنع أسلحة. ممكن تربي حيوانات أليفة وتخصص بيتك وتقاتل أعداء أذكى. اللعبة أوسع من الجزء الأول، وفيها أكشن وكوميديا وقصة حلوة كده، يعني عالم مفتوح جامد جدا جدا. واللعبة رقم 4 معانا واللي هي معركة الشلة. لعبة ضربات عشوائية وسريعة، وبتختار وحشك وتنزل الحلبة. كل ضربة وسقطة بتحصل بسبب الفيزيكس المجنونة. اللعبة مضحكة ومريحة جدا، ورسوماتها ممتازة جدا جدا، والجرافيك بتاعها زي ما انت شايف كده. واللعبة رقم 3 معانا وهي عالم جو 2.
اللعبة ألغاز جميلة جدًا، بتبني جسور وآلات باستخدام كرات جو، وفي أنواع جديدة زي الهيلي والمتفجرات المائية، ولو بتحب الإبداع وحل الألغاز دي لازم تجربها علشان هتعجبك جدًا. واللعبة رقم 2 معانا النبلاء 1896، لعبة أكشن من منظور الشخص التالت، فيها معارك كده ضخمة وتخطيط استراتيجي بتجمع بين الشوتينج والتكتيك، ومش محتاجة إنترنت خالص، يعني تقدر تلعبها بدون إنترنت. واللعبة رقم 1 معانا واللي هي يعتبر أفضل لعبة معانا هي أميرة فارس التاج المفقود، العودة الأسطورية الباركور، ناعم القتال بسيف ممتع وتلعب الوقت جامد جدا معاك. اللعبة كلها مغامرة وسينمائية وتقدر تجرب نسخ تجريبية قبل ما تشتري فيها، ودي من أفضل الألعاب الجديدة على موبايلك حاليا. ودي كانت ترتيبنا الأفضل 15 لعبة موبايل أوفلاين. لو في لعبة شدت انتباهك قول لي في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة موتز جيمنج، واستناني في الفيديو الجاي، واوعى تبطل لعب، ويلا سلام.